السلام عليكم. عايزين نتكلم النهاردة على هانم من هوانم الزمن الجميل. هنتكلم عن منيرة سنبل. صلى على النبي وكل من لينا بيصلي عليه، ويلا نحكي الحكاية. اتولدت منيرة سنبل في الإسكندرية سنة 1939. اتولدت لعيلة غنية أرستقراطية من عائلات الزمن الجميل. من وهي صغيرة قوي كانت متعددة المواهب، يعني لعبت باليه احترفت فيه، لعبت سباحة أخدت فيها جوائز محلية ودولية، وكمان التحقت بالتمثيل. منيرة التحقت بمدرسة البنات الإنجليزية بالإسكندرية، ومن بعدها بالجامعة الأمريكية زي غالبية العائلات الراقية الغنية في التوقيت ده. كمان سنة 1956 حصلت على جائزة ملكة جمال الإسكندرية، ومجلة الكواكب نشرت صورتها على الغلاف. ده طبعا فتح لها أبواب الشهرة والمجد على مصراعيها، خلت كل المخرجين والمنتجين بيتنافسوا على إن هم ياخدوها تمثل معاهم. رحلة منيلة سنبل في التمثيل كانت رحلة قصيرة قوي، لكن كان ليها بصمة كبيرة قوي. بدأت أعمالها بفيلم قدام أحمد رمزي وأمل فريد بعنوان شياطين الجو، وده كان سنة 1956. والسنة اللي بعدها على طول وقفت بطلة قدام يحيى شاهين في فيلم نساء في حياتي. بعد كده ليلة رهيبة قدام شكري سرحان، وسجين أبو زعبل مع محسن سرحان. أما سنة 58 قدمت أهم أدوارها مع عبد الحليم في فيلم شارع الحب، اللي كانت طالعة فيه بدور ميرفت، الفتاة اللعوب اللي بتحقد على زميلتها كريمة اللي هي صباح. زي ما قلنا مشوار منيرة سنبل مشوار قصير جدا، 6 أفلام بس، لكنها حفرت نفسها في ذاكرة السينما والفن الجميل، والناس فاكراها لغاية دلوقتي، مش ممكن ينسوها أبدا برغم قصر المدة. العبرة هنا مش بالمدة الطويلة ولا القصيرة، العبرة بالبصمة اللي تركها الفنان في قلوب محبيه. اتجوزت منيرة من أحد أبناء عائلة البدراوي، وهي عائلة عريقة جدا في الإسكندرية. قررت إن هي تعتزل التمثيل وتسيب نفسها لأسرتها وأولادها وتبقى ست بيت عشان تعتني بأولادها. لكن للأسف الزيجة ما طولتش، وبعد فترة وبعد الانفصال حاولت ترجع، لكن للأسف كان البريق بتاعها اتطفى ومحدش بقى يطلبها. فطلعت ضيفة في كذا برنامج من برامج التلفزيون عل وعسى إن حد يطلبها، لكن للأسف كان خلاص وفي نجوم تانيين ظهروا. ودي كانت نبذة صغيرة عن منيرة سنبل، ممثلة وفنانة وجميلة من جميلات الزمن الجميل. أنا أختكم همسة ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. شكرا جزيلا.